السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين. هنعمل شوية محشي زي العسل وزي السكر، ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب جميعا. البصل يا جماعة، المحشي بيحب البصل، يعني 5 بصلات كده. الكرنباية جايبينها ب20 جنيه. تمام. بنجيب 5 بصلات، والبصل انا ما بحمرهوش خالص، وبعد كده بحط عليها شبت. تمام، بنحطوها وبعد كده علب الطماطم، وبحط عليها 3 مكعبات صلصة انا ببقى عاملاها في البيت، ان شاء الله بنزل لكم الطريقة بتاعتها. وبعد كده بوضب المحشي. الكرنب بسلقه. السلق بتاعه بحط عليه شوية لبن صغيرين وشوية كمون عشان ما يطلعش الريحة اللي احنا بتاع ده حبسة، وكمان في الكرنب، في الجرنبيط كمان. بعد كده الرز نفسه بحط عليه مرقة، وبحط عليه البهارات بتاعته، نفس بهارات ايه المحشي. يعني كتر خضرة، 3 خضرة، شبت وبقدونس وكزبرة. تمام. وبعد كده بستقيها برضو، بتحط صلصة وبتحط بتاع ده، وبتوطي، وقبل ما يتسوى على طول تحط عليها معلقة سمن وتوطي. تاكلي احلى محشي، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. تحفة تحفة ما شاء الله. عارفة طبعا كلكم بتعملوا المحشي، وبيحسن ما بين ايدينا جميعا. بصوا زي العسل، فعلا كانوا شوية محشي زي العسل. تمام. عملنا جنبهم كبد وقوانص عشان في يعني في ناس ما بتحبش الكرنب، بتحب الفلفل والبتاع، ما كانش فيه فلفل، فعملنا والله العظيم كانت اكله زي العسل. سندوتش مع ده مع ده زي العسل. اترككم في رعايه الله وامنه.